السودان وعايزه الجيش السوداني لن يستطيع انه يفرض ارادته عليه، اللي هيتضغط واللي هينكسر واللي هيقع واللي هيضطر يسلم هو المفاوض الامريكي. ليه؟ شركات الادويه الان بتعاني من خسائر غير عاديه، شركات البيبسي والكولا بتعاني من خسائر غير عاديه، وهذه الدوله القذره اللي انتم مسمينها امريكا، ما فيش حاجه اسمها امريكا، هي اسمها الولايات المتحده الامريكيه. مجموعه اشخاص كده عملوا شركه بينهم وبين بعض وشويه شركات كده هي اللي بتتحكم في امور الدوله هناك، عشان تبقوا بس فاهمين. حتى التسليح بالمناسبه، التسليح مش صناعه امريكيه، صناعه شركات امريكيه، صناعه شركات امريكيه. ورجال الاعمال واصحاب المصانع لازم هيضغطوا على الاداره الامريكيه عشان يعني تضغط في هذا الامر وتقف امام الحق. طيب هل تحاول امريكا ان هي يعني